هادي انت منورنا تعيش يا بجد. رامي. هادي انا بحب نتقابل مع بعض في اي وانا قوي كونتكست، يعني وأنا أوي نعمل اي حاجه مع بعض. فانا متحمس للحلقه دي بصراحه، والموضوع كمان اللي هنتكلم عنه اللي هي بترن في ودانك طول الوقت، دمارة اغنيه حياة. اختياره. ايوه بالظبط كده، هي ممكن نحطها في الباك جراوند. وده حال رجاله كتيره مثلا بيقولوا كده، انه انا كده بلبس دايما في الحيط، اعمل رجاله ايه؟ وستات صدقني. كله بالظبط. هو كون الاغنيه دي مسمعه قوي كده مع الناس بيقول حاجه، في حاجه هي مسمعه. ايوه الناس عند بتريليت، كل الناس ايه ده، انا بتريليت. انا شبه ده. انا ايوه انا ده، انا اختياراتي مدمره حياتي. عارف البوستات اللي هي كلها الصعبانيات، ان الناس كلها وحشه والناس كلها بتدوس عليا، وانا مكتوب على وشي تعالى مش عارف اجرحني وامشي، انه انا الغلبان اللي بدي كل حاجه وبعمل احسن حاجه عندي، والضحيه اللي بيحبه وبيولع صوابعه شمع ومفيش حد مقدرني، مفيش حد يستاهل. ده جو بقاله شويه، فالاغنيه جت غالبا سمعت. صح، ان قوي. سمعت وطبعا عندي مشاكل كتير قوي في كل نوعيه الكلام ده. يعني في حاجه محترمها في الاغنيه، حته كده محترمها، كلمه اختياراتي بتاعتي انا، انه في الاخر هو مسؤول هو طبعا عنه. هو انت اما تسمع الاغنيه تحس هو ليه الناس بتعمل فيا كده، بس بعدين الجمله اللي بيركز عليه بيقولها كتير، ان دي في الاخر اختياراتي. فهي اختياراتي انا اللي مدمره حياتي، وده مش موجود كتير. يعني اغلب اللي عنده المشكله دي ما بيقولش ان دي اختياراتي انا، بيقول ان الناس عملت فيا كده، الظروف عملت فيا كده، الحياه بتعمل فيا كده. اركز انه دي اختياراتي. طب لو انا فعلا دي اختياراتي ماشي في حياتي كده عمال الوش، ليه دي غالبا حاجات حصلت فيا، وعشان كده دايما انت واقف في حتة كده حرجة شوية. انت مش مسؤول عن اللي اتعمل فيك وخلاك توصل لحتة النهاردة ممكن تكون فيها مأذي. فأنا ممكن أكون اتربيت بطريقة معينة، عديت في ظروف معينة، اتحوطت بناس معينة وأنا صغير داسوا عليا بشكل ما، فهموني إن قيمتي في إن الناس تحبني وتقبلني، قيمتي في إني أرضي الآخرين. وهو ده شوية الثيم بتاع الأغنية. فعشان أرضي أهلي، عشان أرضي المدرسين، عشان أرضي الكبار، عشان أرضي صحابي، كان لازم أقدم تنازلات وتضحيات وما بقاش نفسي عشان أخد موافقة وقبول الآخرين. فبقى لازم أعمل تنازلات ولازم أعمل تضحيات عشان أتقبل، عشان أتحب. فدي حاجة اتعملت فيا خلتني النهاردة واقف في الحتة دي اللي فيها دايما بدور على ناس أخد منهم الموافقة وأخد منهم القبول. لغاية هنا أقدر أقول إن ده ممكن يكون نسبة كبيرة منه مسؤولية الآخرين، اختيارات الآخرين عملت فيا كده. بس لازم في حتة أروح جارر خط وأقول هنا ودلوقت ومن دلوقت وطالع هي اختياراتي، واختياراتي يعني مسؤوليتي. يعني أنا أقدر النهاردة، مش أنا أقدر، أنا الوحيد اللي أقدر النهاردة أغير اختياراتي. فلو أنا لسه النهاردة بعد ما أدركت إن اختياراتي مدمرة حياتي مكمل اختار اختيارات بنفس الشكل، دي مسؤوليتك انت، دي مسؤوليتك انت يا هادي، دي غلطتي انا اللي اخترت الناس دي. انا عارف ان هنا في حفرة بالظبط، يعني ليه بمشي تاني بالظبط. وطبعا ان انا اغير اختياراتي دي مش حاجة هعملها كده. هو انا ليه بختار اختيارات دي اصلا؟ انا بروح للناس دي ليه؟ عشان ده شبه فلان اللي انا كان نفسي ارضيه طول حياتي. بابا مثلا، ممكن ماما، حد فيجر كبير كده عايز ارضيه، فبعمل كل حاجة ممكنة عشان ارضيه. فلازم اقف في حتة كده اقول انا خلاص مش محتاج ارضي حد، او انا مش هرضي الناس على حساب مبادئي، مش هرضي الناس على حساب شخصيتي، مش هرضي الناس على حساب هويتي. انا مين؟ انا لا اساوي رضا الاخرين، انا لا اساوي اعجاب البنات التانيين، انا لا اساوي علاقة. في رجالة كتير كده هو ما بيعرفش يعيش من غير علاقة، وهو سنجل بس ما يقدرش يعيش من غير علاقة. هو بيحس انه قيمته في العلاقة. انا محتاج اوصل للحتة اللي فيها بقى عارف ان انا قيمتي مش معتمدة على وجودي في علاقة. كأنك بتقول لو انا ده اقف وقفة كده فحط ايدي على السبب، ودي سكة نضوج وبحث 100% ووعي بنفسي وبالهيستوري اللي حصل لي وخبراتي. لو انا اخترت غلط، شريك حياة غلط،
شغل غلط، انا في الموقف ده، هل مش على طول بيبقى فيه حاجه اسمها قلبة الترابيزه او اليوتيرن دي، انه يلا لف وارجع تاني وابدا من جديد؟ لو انا الراجل ده اعمل ايه عشان اتكيف؟ لانه دايما اختياراتي بتبقى مرتبطه بشويه ناس تانية، يعني بحياه عملت، بمسؤوليات طبعا. اعمل ايه عشان اطلع من الفتره دي او من الخبره دي اللي انا جواها باقل خسائر ليا وللناس؟ الاول طبعا لازم نميز الحاجات، يعني اخترت شريك حياة غلط دي حاجة، واخترت شغل غلط دي حاجة. يعني شغلي اغيره سهل، يعني ممكن تبقى مش سهلة قوي، ممكن تبقى عايزة وقت، ممكن ابتدي احتاج اذاكر حاجات، ابتدي من الاول، اقل في مرتبي، اخد ريسك، بس مش زي اخترت شريك حياة. يعني الحاجات مختلفة شوية مبدئيا، لانه في ترند كده العلاقات التوكسيك والمش عارف ايه، اعتزل ما يؤذيك وبتاع. فلا، انا اخترت غلط، انا هسيبها وابتدي من الاول. لا، لحظة واحدة بس، ده مش قرار صغير. هتقع في حفرة اكبر. انت ما مش نزلتش سوبر ماركت فاهم، خدت العلبة دي بدل دي. قرني بابني مرة كان عايز اخ، وبعدين لما جاء اخوه تعبه قال لي رجعوه. ممكن يعني رجعوه خلاص، مش عايزه ودوه يا جماعة ده بدلوا. احنا بنبقى شحوطه كويس إن احنا في كده المستشفى وبنفكر بنفس الطريقه، اللي هو ايه، لا خلاص مش عجباني هرجعها. لا، يعني ده قرار كبير. وفي الجواز بالذات الموضوع شويه تريكي، يعني خادع. يعني في مقوله كده يقول لك مفيش حاجه اسمها تختار صح اصلا. ليه؟ هو انت النهارده حاجه وهي حاجه، بعد سنه جواز، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنه زي حالتي كده، احنا 2 تانيين اصلا. فيعني ايه تختار صح ويعني ايه تختار غلط؟ ده ما يمنعش ان احنا بنتغير طول الوقت. العهد فكرة أساسية قوي في الجواز، الالتزام بالآخر، فرص النمو والتغيير حتى لو احنا مختلفين دايما بنسبة كبيرة موجودة، إلا في الحالات اللي فيها أذى. ودي حاجة دايما بقول ولا الراجل ولا الست اللي يقرروها، لازم يقررها طرف ثالث متخصص، فيقول لأ انت مش هينفع تكمل مع الزوجة دي لأنها بتأذيك بشكل واضح، في اضطراب نفسي شديد، في اضطراب في الشخصية، في كارثة كده، فاهم؟ مش فكرة أصل احنا مختلفين قوي. يعني ناس كتير قوي تيجي تقول لي بس احنا اكتشفنا ان احنا مختلفين قوي، فببقى عايز اقول لهم هو اكتشاف متاخر شويه يعني هو انتوا لو مش مختلفين ما كنتوش اتجوزتوا. يعني هو اللي شدك فيها انها مختلفه، هو العادي ان احنا نبقى مختلفين. فالجواز بالذات سكه مختلفه شويه، العلاقات القريبه، الصداقات القريبه، الاهل، في نوع كده من الالتزام لازم. يعني مش بسهوله هقول اعتزل ما يؤذيك او يلا يوترن ونبتدي من الأول. ولازم أبقى مدرك إنه مش كل الاختيارات الغلط تصليحها بيبقى بإن أنا ألغيها. مرات كتير بيبقى بإن أنا أتغير، أعمل مجهود أكبر. طب إحنا مختلفين قوي واتجوزنا، معلش تعالى نعمل مجهود أكبر، نفهم بعض ونتطور ونتعلم ونقرأ عن الجواز ونحضر حاجات، وده يطورنا فنبقى أحسن بكتير. فممكن قوي اختياراتنا السيئة أو الضعيفة، يعني خليني أقول poor choices بيسموها بالإنجليزي، يعني اختيارات فقيرة، تقودني إلى نضج أكبر. مش دايما الحل هو أني أمسح وابتدي من الأول. كلامك ده يعني بيفكرني بفكرة أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فهل فعلا زي ما أنت بتقول أني حتى لو أنا مختار غلط أو اخترت غلط، في أوبشن ان الحاجات دي تقودني او تقود الظروف للخير اللي يعود عليا 100%؟ وطبعا المفتاح هنا هو للذين يحبون الله، اللي بيجي في حتة كده وبيجر الخط ويقول يا رب بص انا بحبك وعايز امشي وراك ومصدق فيك انك تظبط لي اختياراتي بقى اللي مدمره حياتي دي. ففي اختيارات هحتاج اتراجع عنها، في صداقات هحتاج اقطعها وهوقفها، في علاقات هحتاج ان انا اخرج منها، في حاجات بتأذيني فعلا محتاج اوقفها، وفي حاجات لا خلاص انا قطعت شوط كبير قوي جوه زي علاقة الجواز، والقرار الاشرف هو اني استمر، بس انا مش عارف، مش قادر، فبروح اقول يا رب بص انا بحبك مش عارف اعملها ازاي. فهنا ابتدي بقى اشتغل على نفسي، وما بين الغاء القرارات وما بين ان انا شخصيا اتغير واكبر وانضج عشان اعرف اعيش جوه ده، بحتاج كمية بقى نعمة من ربنا انه يقول لي ويوريني هو ده من انهي نوع. عادة كرجالة
بنميل اكتر لفكره اني انا اكنترول، ونفسي بقى اللي هو اغير الناس، اغير صحابي. هادي هيفضل صاحبي، لكن ايه، محتاجه اظبط فيه شويه حاجات كده. هل ده او التوقع ده منطقي اصلا؟ بينفع اغير اللي حواليا؟ فكرة تغيير الناس دي طبعا فكرة سخيفة شوية. لا، مش منطقي ان انا بقى عايز اغير اللي حواليا. اقدر اغير نفسي واقبل الناس. احنا اغلب الوقت عايزين نغير، عايزين الناس تقبلنا واحنا نغيرهم، بس الحقيقة هو لا، مش هعرف اغير الناس اللي حواليا. وده مش معناه ان انا ما عنديش اختيارات. انا ورامي صحاب. طيب انا هادي في حاجات بيعملها بتضايقني، هل معنى كده ان انا ياخدوا على بعضه كده يا قلبوا على بعضه؟ مش دايما برضو. زي ما قلنا في ناس لازم اقطع علاقتي بيهم، وفي مراتي لا، لازم اتمسك بيها واشتغل واحاول على جوازي. في حتة في النص بقى بقية العلاقات، ما لا يدرك كله لا يترك كله. مش لازم تاخد هادي على بعضه. يعني زمان كان عندي دايما المبدأ بتاع انا عايز واحد صاحبي يبقى صاحبي بتاع كل حاجة، صاحبي بتاع كده. الخروج والفسح والمناقشات العميقة. في واحد صاحبي ده احسن صاحب احكي معاه عن جوازي، لان عنده كده حتة فاهمني وانا فاهمه وبنساعد بعض وبنكبر. في حد تاني في الحتة الروحية احب قوي اصلي معاه. في واحد تالت احب لما يبقى عندي قرار ليه علاقة بالشغل اروح احكي معاه. في واحد رابع ده بنحب نخرج ونهيص وننبسط ونقضي اوقات ظريفة. فانا مش لازم ابقى يعني باخد الباكج، بقبل رامي على بعض، بحب رامي على بعض، بس بعرف احط حدود. ودي كلمة محورية جدا في أزمة الاختيارات اللي مدمرة الحياة، ان اغلبها بتبقى اختيارات ما فيهاش حدود واضحة. مفيش حدود، انا مستني منك ايه وانت مستني مني ايه، الحاجات سايحة على بعض. مادام انا صاحبك وانت صاحبي، مادام انا وانتي في علاقة، يبقى انا كل حاجة عندي بتاعتك وكل حاجة عندك بتاعتي. مفيش حاجة اسمها كده. نفسي نطلع بكلمات مفتاحية كده هادي نفكر فيها مع بعض، عشان أتكيف وأوصل للدور ده والمسؤولية دي، وإني عايز أشكل في نفسي وأطلع بوين وين سيتويشن أنا واللي قدامي، وأتغير وأنضج. كلمات مفتاحية تساعدني في بسميها صلابة نفسية كده. عايز أعمل يعني عارف ري روتين كده زي الGPS، اخد طرق تانية. يعني اديني كلمات مفتاحية كده نفكر فيها تساعد الناس. يعني انا راجع تقريبا اللي احنا قلناه، بس اقول اول حاجة اختياراتي مسؤوليتي. انا اللي بختار، انا المسؤول عن النتائج. نمرة 1، ابطل الوم الناس والظروف على اللي انا فيه. في حاجات بره ايدي، في حاجات حصلت معايا، بس اختياراتي النهاردة انا اللي مسؤول عنها. فده يخليني اقف على رجلي كده واقول انا لازم افكر في اختياراتي وفي قراراتي، وما سيبش الحياة تحصل لي لكن انا ابقى ما بقاش مفعول بيه. 2، انا محتاج ارجع اشوف انا ليه اخترت اختيارات غلط في اللي فات. انا ليه دايما بختار غلط؟ لو انا دايما بختار غلط واختياراتي مدمره حياتي، ايه اللي وصلني لده؟ ايه الحاجه اللي انا بدور عليها بيأس desperately زي ما بيقولوا بتخليني اقع واتورط في الحاجات دي؟ انا مثلا محتاج حب، محتاج تقدير، اروح واخد ده وابتدي اروح بيه لربنا، وابتدي اروح بيه لناس محترمه مش هتستغلني، مش هتأذيني، وتقدر تساعدني اني ادرك انا مين، ايه هويتي، قيمتي في ايه. ادخل في علاقة مع ربنا ومع مجتمع صحي ومع ناس تحبني وتقبلني زي ما انا، فابقى مش محتاج اروح ادور على احتياجاتي النفسية عند ناس بتأذيني وبتدفعني تمن غالي مقابل انها تديني لمحة من اللي انا محتاجه. 3، محتاج اتعلم اني مرميش بتقلي على اي حاجة انا داخل فيها. كل حاجة انا داخلها، كل علاقة انا داخلها لازم ابقى اعمل لها حدود وعندي توقعات منطقية. داخل صداقة مش متوقع الصديق ده يسدد كل احتياجاتي. داخل حتى خطوبة، جواز برضو، يعني دي اللي هتخلي الحياة كلها تنور. فيش واحدة هتعمل في حياتي كده، لا واحد كصديق ولا واحدة كحبيبة أو زوجة هتعرف تعمل كده. كل علاقة لازم أبقى داخلها عندي توقعات واقعية، عندي حدود حطتها بدي فيها، برضو عطاء في حدود إمكانياتي وطاقتي، مش بدي وخلاص. في الآخر بعد كل ده هلاقي ان انا كل اختياراتي صح 100% وبتاع؟ لا، برضو هفضل بختار مرات غلط، هغلط، بس مش هقس على نفسي قوي. اوكي، غلطت المرة دي، اخترت المرة دي غلط، ورطت نفسي زيادة في الموضوع ده، المرة الجاية هتعلم اقول لا اكتر. كتير من بالذات الناس اللي بتلاقي نفسها في اختياراتي مدمرة حياتي، يعني
كتير قوي 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 من مشاكلي هتتحل لما اتعلم اقول لا اكتر. بالذات الناس اللي مسمعه معاها الاغنيه دي محتاج يتعلم يقول لا اكتر شويه. وانا كنت واحد من الناس دي، وما زلت بصارع شويه في فكره اني عادي ينفع اقول لا. ينفع اقول لا لشويه علاقات بتستنزفني، ينفع اقول لا لشويه اختيارات مش لازم اعملها. على فكره مرات للخدمه، يعني مرات الناس عارف اللي هو ايه، عشان الخدمه وعشان الكنيسه وعشان ربنا فيمسكوك من الحته وعشان الضعيفة. حته، فانت تفضل تقول على فكره انت برضو مسؤول عن اختياراتك. صح. انت لو راجل متجوز وعندك بيت ففي اولويات. ومسحول في الخدمه طول الوقت وسايب بيتك، دي اختيارات هتدمر حياتك. مثلا فكره ان انا اصل ما بقدرش اقول لحد لا، يعني انا اعرف ناس كده اللي هو اي حد في العيله في الاصحاب في مش عارف ايه انا لازم اكون موجود جنبهم لا، ينفع تقول لا، لان انت الحاجه اللي ما بتقولهاش لا بتقول قصادها لا الحاجه تانية ممكن تكون اهم واصلح ومسؤوليتك اكتر. انا شايف ان دي احسن ختمه نختم بيها الحلقه دي. غالبا في حاجات كتيره قوي مفتاحيه تقدر تساعدني اني ما البس في النتيجه دي، نتيجه الاختيارات، كأني في زرار كده يقدر يرجعني. الحق اقفش من بدري بالظبط. بدل ما تروح للحته دي اللبسه ولو دي. ما لحقتش ففي امل عادي اقف وراجع نفسي وأتعلم. وافكر اتعلم درس عشان المره الجايه اختار المره أحسن. الجايه. شكرا يا هادي، شكرا يا رامي. يعني الخلاصه المفيده. اشكرك. ومستني حلقات تانية نتقابل فيها. يلا بينا. نورتنا. تعيش.